تارجت ما جاش، هو اصلا مش نصيب الشخص ده، بس احنا بنفرك وبنفرم علشان احنا هناخد في الاخر السالاريز او الفلوس اللي هناخدها في الاخر مقابل التارجت ده. عارفين طبعا ان احنا سيريس، فبالتالي ما ينفعش اقول انه مش المفروض يتقفل المره دي عشان هو فعلا ملوش نصيب في الحته دي. لا، اسمي نفسي مسميات يا فاشل. ما ينفعش. فبقينا عايشين من غير بقى الحته دي. الحته دي اصلا اساس الكون، فهي مش موجوده اساسا. انا اروح شغلي كل يوم، اروح وارجع واكد بقى على ان الحاجات دي هراء. حبيبتي احنا لو مشينا بالمنظر ده في اداره اي انسان هنسيبه على هواه، وهنخليه يقعد يفكر بقى ان هو كده صح، ولو كسل هيقعد بقى يلزقها للنصيب والاسم والاقدار. فاحنا مش هينفع نمشي بالاسلوب ده، لازم نمشي بنظام واضح وصريح لمخ البني ادم في الاداره. فده مش هينفع، لان ده فعلا هيؤدي في الاخر ان احنا هنفشل. ده بيكون غالبا الرد دايما من اللي طالع من مخنا، اللي عايز مصلحتنا وعايز مصلحه المجتمع اللي احنا قاعدين فيه، سواء يكون مثلا شغل او بيت، في علاقه ايا كان. دايما بنفكر بالمخاوف. المخاوف بتزق افكارنا وبتخلينا في الاخر ناخد قرارات هي ممكن تكون خابطه في المصلحه الحقيقيه بتاعه الانسان والويل بينج بتاعه. فبالتالي لو الافكار والاعتقادات بتاعتنا جايه من فكره ان انا بعمل بس للصالح بتاع الارض هنا اللي هو الحياه بتاعتي بس، وما بتفكرش في ان انا في بعدها حاجه بعد ما اموت، غالبا ده الاوتكم، ان انا في الاخر هبقى بدافع عن احتياجاتي بتاعه الدنيا، واحتياجاتي اللي هي مش عايزه حاجه تخبط فيها وتبوظها وتفشلها. وبالتالي انا في اي موقف في الحياه، لو انا عايشه مثلا بتعامل في بيتي، في شغلي، او مع اولادي، مع البارتنر، مع اي حد، لو انا ما عنديش الاعتقاد بتاع ان انا في الدنيا عايشه وبعد ما همشي من الارض ده في وقت تاني او في فيز 2، في مرحله تانية، هيبقى ده الاعتقاد. وبالتالي ده هيخليني اطلع سلوك معين يخليني ابقى دايما حاسه بضغطه ان انا محتاجه انجو في الارض، بغض النظر عن الطريقه وبغض النظر عن ايه اللي هيحصل في الناس او ايه اللي هيحصل بعدين. لان انا هبقى دايما عندي احساس بان انا تحت الضغطه بتاعه المخاوف، وان انا عايزه اسيطر، وان انا عايزه اميك شور، اطمن من جوايا ان انا عامله الصح في الارض، بغض النظر عن اذا كان ده هيخبط في اعتقاداتي اللي هي اصلا موجوده او موروثه. لان انا ممكن اكون انا عندي اعتقادات موروثه ان انا عندي في الارض هنا انا عايشه، وبعدين هموت واروح مثلا مكان تاني بعدين. فده ممكن يكون انا واخداه كموروثات، مش مؤمنه بيه بجد، بس انا لما حد يسالني هقول له طبعا انا مؤمنه بيه. لكن لما باجي اعمل الافعال بتاعتي في الارض ما بتبقاش متسمعه. الاعتقادات دي ما بتبقاش مسمعه في شغلي اليومي، مع في حياتي مع الناس ومع نفسي ومع الطريقه اللي انا بجيب بيها قوت يومي، او بحصل على مكتسباتي او الحاجات اللي انا باخدها في اليوم، عشان في الاخر اقول ان انا كده انا بنت كويسه او ست كويسه وراجل كويس، وان انا كده ماشيه في الطريق صح، وان انا بسعى فعلا وبفايت عشان اخد الحاجات الكويسه ليا. غالبا دي المشكله الكبيره جدا اللي احنا بنشوفها في حياتنا كل يوم، اللخبطه، الحاجات اللي خابطه في بعض، اللي مش مسمعه بشكل مناسب ومعقول في حياتنا اليوميه. ايه علاقة بقى كل الكلام ده بإتقان الإتقان؟ بأتقن الإتقان بس بشكل متزن. يعني مش هبقى مبني على مخاوفي، وهخاف طبعا ان هو ما تممش الحاجات، بس هبقى دايما مطمنه وانا بسعى، وانا بعمل شغلي، وانا في العلاقه، وانا بتعامل مع البشر. مش هبقى بجري ومتخيله ان انا ربنا اللي اقدر اقول للشخص اللي قدامي ده اعمل الحاجه الفلانيه بالشكل اللي انا عايزه بالظبط، يا اما الموضوع هيبقى فاشل. هبقى عندي انفتاح اكتر، اوبنس اكتر لافكار مختلفه والاختلافات هدخلها في حياتنا، وفي نفس الوقت مش هبقى تعبانه ومضطربه وادجي معصبه دايما من ان انا كاني انا اللي ماسكه الكون كله. لا، انا هبقى بعمل سلوك الاداره بتاعي هيبقى متزن وهيبقى هادي، وهيبقى فيه قبول وتقبل اكتر للاخر ولنفسي، للاخطاء بتاعه الاخر ولنفسي. وهقدر ساعتها ان انا اخد اليوتيرن اللي انا كنت اتكلمت فيه قبل كده، فيديو بتاع اليوتيرن استراتيجي، واللي هتلاقوه على اليوتيوب شانل، موجوده اللينك بتاعته على البوست ده. فلو المعتقد خابط في حته الايمان بتاعك انك بتعمل ايه في الارض وانك بعدين رايح فين، يبقى هتلاقيني طالعه بجري على الفلوس، بغض النظر انا هجيبها ازاي، بغض النظر عن اذا كانت دي طريقتي وانا بجيب الفلوس هتخليني ابقى محافظه على انسانيتي، ولا انا بقول لانسانيتي مع السلامه وبجري وراها زي ما انا والحيوان
بنجري ورا الرزق. احنا غالبا الحيوان عارف انه رزقه موجود، بس طريقة حصول الحيوان على الرزق علميا هي فيها الحتة اللي احنا مخلوقين زي الحيوانات في الحتة دي، ان انا عندي حاجة اسمها غريزة البقاء بتشجعني ان انا انجو كده ولا كده، فانا هطلع اجري بغريزة البقاء مش بإنسانيتي، اللي هي اصلا انت المفروض انك انت عندك حاجة يعني بونص، انت عندك حاجة زيادة اسمها النصية، والنصية لما هتشغلها وتتدبر وتبقى وتفهم وتبصر هتوصلك لحتة الأمان، فهتبقى ما عندكش المشكلة إن أنت مش هتبقى بتستخدم غريزة البقاء في 3/4 يومك، هتستخدمها في وقت الشدة، هتستخدمها في وقت اللي هي الضرورة القصوى اللي أنت فعلا حاسس إن أنت محتاج تفايت بغريزة البقاء، لأن هي موجودة بما إنها موجودة يعني هي أكيد ربنا عاملها لك عشان أنت محتاجها، بس مش معقول تكون محتاجها طول النهار والليل، مش معقول تكون محتاجها في علاقتك مع البارتنر، في علاقتك مع ولادك، في علاقتك مع نفسك، في علاقتك في الشغل، في علاقتك مع الناس اللي بتزنق عليك في الشارع، في علاقتك في ان انت تاخد حقوقك، في كل حاجه. مش معقوله يكون هو ده الحال بتاعك اللي يوصلك لاحسن حاجه تقدر تطلع بيها في الارض. يعني دي زي ما تكون طول في جيبك، حاجه موجوده في جيبك، مش شرط ابدا تكون هي دي الحاجه اللي انت تقرر ان انت تمشي بيها على طول. المشكله ان احنا ماشيين بيها على طول وبنطعمها في المدرسة من واحنا صغيرين، بنقعد نأكلها بعدين نكبر نقعد نأكلها أكتر، بالإيجو بتاعنا يبدأ يكبر أكتر، يكبر أكتر، ويحس إن هو المسيطر وهو الأكبر وهو اللي يقدر. بنخلط ما بين القدرة وإن أنا منفردة، أنا أقدر إن أنا أعمل الحاجات اللي أنا عايزة أعملها، وإن أنا عندي قدرة وعندي الشجاعة وعندي الباور، وكل الحاجات اللي موجودة في جيبي دي هتساعدني، وبوتنشلز، كل الحاجات اللي أقدر إن أنا تخليني أقدر ابقى في مكان كويس، مكانه كويسه في الدنيا. بخلط بقى ما بينها وما بين ان انا الوحيده اللي اقدر اعمل ده باتقان الاتقان، فبالتالي الاقي نفسي دخلت في ان انا بدل ما ابقى بني ادم عندي حاجات من روح ربنا، انا اوريدي بقيت ربنا. لو عايز تشتغل فعلا شغلانه وتبقى تحرث كويس جدا عشان تعرف تاخد قرش وكويس يخليك تبقى في مرتبه كويسه، تصرف على عيالك، تدخل مدارس كويسه، تدخل جامعه كويسه، تاكل تشرب تتغطى يعني اكيد الحاجات دي كلها مش هينفع تفكر فيها، مش هينفع تفكر ان البيعه دي مش هتتباع للراجل ده علشان هو مش المفروض فعلا ياخد البيعه دي، او ان انت بتموت نفسك على بيعه بشكل فيه كوربشن يعني، فتضحك عليك وفي الاخر اديني لبستك علشان انا محتاجه يكون معايا فلوس. احنا في الاخر بنتكلم على اتقان، واتقان الاتقان كتير كان برضو بيحصل لانه الاهل بقى لو هم عندهم الاتقان ده حاجه عاليه، واحده من المقايم العاليه، فالقيمه العاليه دايما كل ما بتبقى قيمه الحاجه عاليه قوي كل ما بتبقى مخاوفك على فقدها عاليه جدا.